اهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيالي المجنناني. عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ عاملين ايه في الوقت والجو البايظ ده؟ احنا لا عارفين نطوقها من النور. النور لسه جاي، يعني من الساعه 7 لسه جاي دلوقتي. و... والجو بيسقع وحابه تشتي، وكل شويه نشر غسيل وارجع احط المشمع، احط غسيل واحط المشمع، لحد ما الواحد اعصابه تعبت بصراحه. مش عارفه نعمل ايه. بس انا لسه حاسه، يعني الساعه دلوقتي 9، حاسه ان الجو ايه، ساقع بالنسبه لي وعايزه اتدفى. مش عارفه، مش مرتاحه. عامه النهارده الخميس، وكل سنه وانتم طيبين، نهايه الاسبوع وفي نص الشهر. اخر حته لحمه فراخ عندي، اخر فراخ عندي. قلت بقى ايه، اعمل مكرونه واعمل فراخ، واي لقمه كده خفيفه العيله يتعشوا بيها. ونشوف احنا هنعمله مع بعض. سلقت المكرونه، ماشي. سلقه المكرونه وركناها اهي. هحطها في الصلصه دلوقتي ونوريها لكم وانا فاضياه. وعملت فراخ بالبصل والطماطم، محمرتهاش، هي بصل وطماطم فضلت تتشوح لحد ما وهي بقلبها شمال ويمين، اتحمرت واتظبطت، وهتشوفوا من غير اي حاجه، وطعمها زي السكر عسل بجد. هوريها لكم دلوقتي، خليكم معايا استنوني. بص حبايب قلبي، انا دلوقتي بقى نعمل ايه، دقه لنفسي. انا مش حابه اكل فراخ ولا عايزه اكل مكرونه، مش عايزه اكل الاكل ده خالص. هنعمل ايه؟ خدت شويه مكرونه، هنقطع اركنهم على جنب. مكرونه بيضه اهي، حبه فاضلين، ماشي. اقوم مقطعه شطه، على شويه توم، على شويه خل، على شويه صلصه، واغليهم مع بعض، واقوم مكباهم على المكرونه كانها دقه بتاعت كشري عادي اللي بتبقى بره، وليمون بقى وكده، واظبط الدنيا، اقوم واكلها بقى بالمعلقه. هو ده الاكل اللي هيفتح نفسي، طالما فيه شطه ومولعه. غير كده مش هنعرف ناكل الاكل اللي موجود ده خالص، بامانه والله. انسداد انسداد. انا كل ما اشوف فلسطين واشوف اللي بيحصل في فلسطين، وزاده بنتي بتقعد تعيط على الاطفال لما بتشوف المنظر، بصراحه قلبنا بيوجعنا بجد والله. خليكم معايا وهنوريكم الفينش. بصوا، قطعت الشطه على الصلصه، وهنعصر الليمون، ونحط الثوم. دي الدقه بتاعتي انا بقى، ماشي. عايزه اكل والله بجد، اكل يفتح نفسي والله. بحس ان في جرح في معدتي، مش عارفه في ايه. عايزه اكل بقى واشبع كده بامانه. حتى لو المكرونه خلصت من قدامي برضو ايه، ممكن اخد شويه من المكرونه اللي عليها الصلصه، هيها برضو، واكمل واكل. اهم حاجه ناكله ونظبطه حالنا كده، وهنرجع لكم تاني. وبكده حبايب قلبي بقى عملنا ايه، حطينا طبق شطه عشان يفتح نفسي، ماشي. وطبق زيتون زيتون حلو جميل مخلي ده، بس برضو ساعات بلاقي فيه بذر على فكره. وحطيت طبق المكرونه، شايفين؟ هو الضوء مش عارفه ماله فيه ايه. طبق المكرونه، وهنا بقى احط الدقه اللي انا عملتها. عملت دقه هوريها لكم دلوقتي، استنى. يا لهوي على الشطه مولعه، ولسه احط عليها شطه ناشفه. قطعت شطه خضراء وليمون وتوم، يا لهوي، وخلي بقى تحفه تحفه. دي بقى اخش اقلبها على الطبق، واخد الشطه الخضراء دي بقى المولعه دي، وانزل فيها اكل كده اكل. معرفش ارتاح إلا لما اكل شطه، مش عارفه ايه. بصوا، وعملت الفراخ اهي، صحيح نسيت الفراخ. بصوا، فراخ والمكرونه، ماشي. دي الفراخ والمكرونه. كان عندي طبق بسله فاضل من امبارح، والشطه، ودي الدقه، ماشي، والزيتون، والمكرونه هي اللي هحط عليها. بصوا بقى الدقه، بصوا الجمال والله بجد. اللي نفسه على فكره الحركه دي بتدفي في الشتاء. بصوا اي حاجه فيها شطه بامانه. بصوا الجمال، انا احب اكلها كده. اي حاجه عايزين تدفوا في الشتاء نفسكم، عليكم بالشطه. امسكوا الشطه كده وكلوا شطه، حطوها في اي حاجه في الاكل، هتلاقوا جسمكم ولع وفار كده. تعرفوا ساعتها اللي انتوا ايه، دماغكم هتتظبط في ساعتها. والمهم قلت النهارده ماشيه حالي كده باي اكل النهارده.
لحد ما جوزي ربنا يسهله حلو يجيب لي فراخ تاني، عشان بجيب الفراخ تقعد معايا مدة كبيرة، افضل اطلع منها بدل ما انزل واطلع كل شوية واشتري من عند بتاع الفراخ ولا كده. لا بجيب الحاجة واركنها، اجيب الكبدة واحطها. بس هو امبارح بس اللي جبت القوانص. بصوا ريحة الشطة ايه قلب الدنيا عندي. جبت امبارح القوانص لقيتها رخيصة، وانا بجيب الرجول والرقابي للفرخة للكلاب، فقلت ايه اجيب لنفسي